بسم الله الرحمن الرحيم. لايك وشير كده وصلى على النبي. كل ما يخص منتخب مصر والنادي الاهلي. طبعا دلوقتي الميديا كلها بتتكلم على النادي الاهلي وعلى انجازات النادي الاهلي. طلعت جماهير النادي الاهلي دلوقتي عشان الدنيا كلها مش مصدقه، بتقول ال 12 يا اهلي. ايه قمه الجنون اللي في الجماهير النادي الاهلي دي؟ جماهير الاهلي اللي احنا بتوع انتصارات، بتوع اداء. لايك والشير ايه وشير وصلى على النبي. اولى الصفقات النادي الاهلي محمد رضا بوبو. محمد رضا بوبو يا جماعة خلاص ان شاء الله مضى في الاهلي، مع انه كان جايله عرض اماراتي ب 2 مليون دولار، بس هو الراجل فضل الاهلي. ومسؤول النادي فيوتشر ان شاء الله هيخلصوا مع النادي الاهلي بتوقيع محمد رضا بوبو مع شوية فلوس وانتقال 3 4 لعيبة، منهم ندفيد ومنهم سعد سمير. حمدي فتحي. حمدي فتحي خلاص راح كده الوقر القطري، ربنا يوفقه يا رب في مسيرته اللي جايه بمبلغ خيالي. استفاده ليه واستفاده للنادي الاهلي. طبعا احنا بنقول يا حمدي ربنا يوفقك يا رب في اللي جاي. انت كنت لعيب مسمار في نص الملعب، لعيب في النادي الاهلي ولعيب في منتخب مصر، ولا غنى عنك في النادي الاهلي ولا غنى عنك في منتخب مصر. بس طبعا دي الكوره ودي احترافيه الكوره. طبعا حسين الشحات يا جماعه، واللي حصل ان في ناس بتقول لك اللي هو رمى الازازه ومش رمى الازازه وشاط الازازه برجله، ودي تاني مره ولازم يتعاقب ومش يتعاقب. ولو كان الاهلي لا قدر الله ما كانش خد البطوله، كده هتبقى مشكله كبيره قوي لحسين الشحات. بس الحمد لله ان الاهلي خد البطوله. يا جماعه انا من هذا المنبر بقول لكم على حاجه: حسين الشحات جاله عرض سعودي. هل يا ترى بقى حسين بيعمل حجه للموضوع ده؟ ما اعتقدش. وفي نفس الوقت اعتقد انه طبعا ممكن يتنقل صفقه انتقال حر للنادي السعودي ده وبمبلغ حلو. لسه فتح كلام عليه 2 مليون دولار. طبعا حسين بياخد في النادي الاهلي 10 مليون جنيه. فطبعا كل لاعب مننا لازم يدور على مستقبله. احنا نتمنى التوفيق للكل، والنادي الاهلي ما بيقفش على حد. المنتخب المصري النهارده طبعا هيلعب في المغرب، في مراكش، روي فيتوريا. تشكيله المتوقع يعني طبعا الايه الماتش الساعه 10 بتوقيت مصر. روي فيتوريا طبعا تشكيله المتوقع: الشناوي، محمد هاني على اليمين، محمد حمدي على الشمال. الاتنين مدافعين طبعا محمد عبد المنعم لا مجال عنه، معرفش بقى يلعب علي جبر ولا هيلعب. طبعا في نص الملعب يبقوا 3: مروان عطية، محمد حمادة. معرفش من محمد حمادة ده، بس مش مقتنع، بس مش مشكلة. وأحمد سيد زيزو. طبعا على اليمين نجمنا الكبير محمد صلاح، على الشمال تريزيجيه، في نص في الهجوم. في الهجوم مصطفى محمد. طبعا لازم يبقى حسين الشحات لدور، عمر مرموش لدور، كهربا لازم يكون لدور. طبعا حمدي فتحي، انا مش عارف ازاي انت بتلعب حماده ده على حمدي فتحي بصراحه. يعني يعني انا شايفه من وجهه نظري ان هو لعيب يعني برضه على قده يعني. بس ما علينا يعني. طبعا بنتمنى التوفيق طبعا للمنتخب المصري. احنا لو كسبنا على فكره ترتيب المجموعه، احنا الاول ب9 نقاط، غينيا ب9 نقاط، واثيوبيا ب3 نقاط. ان شاء الله باذن الله لو كسبنا الماتش ده يبقى احنا كده صعدنا بطوله افريقيا الجايه ان شاء الله، اللي هتتلعب في كوتوفوار في يناير. شكرا.